خلطوا لافوكا مع هاد المكونات هادو غتحصلوا على ألذ عصير اللي كيجي مشبع وكيجي مفيد، والمذاق ديالو كيجي رائع بزاف. كتاخدوا لافوكا، دابا راها متواجده في السوق بكميه اللي كبيره وبثمن اللي مناسب، وحتى الناس اللي كيمشيو لاصال كنصحكم به، كيجي زوين بزاف. وهاد الخليط ديال هاد المكونات هادو تبارك الله كيجي واحد العصير اللي عامر فيتامينات. كتاخدوا الكميه اللي بغيتو ديال لافوكا وكتقشروها بهذا الشكل هذا، يعني نتوما ديروا الكميه اللي كتناسبكم صافي. من بعد غادي تضيفوا ليها، عندي 3 الحبات ديال التمر، وشويه ديال العنب المجفف اللي مغسول، وشويه ديال الكركاع، وشويه ديال الاكاجو. غادي نخلطهم مع هاد لافوكا هادي، وغادي نزيد عليهم الحليب. يعني انا الحليب ديروا الكميه اللي بغيتو على حسب الخطوريه اللي بغيتو نتوما. ومن بعد غادي نطحن كل شيء مزيان، يعني حاولوا تطحنوه مزيان، وغادي تحصلوا على واحد العصير اللي كيجي خاسر وزوين وكيجي بنين. ما كتبقاش ديك المذاق ديال لافوكا بالنسبه للدراري اللي ما كيشربوش لافوكا، اللي ما كيشربوش العصير ديال لافوكا. هذا العصير هذا غادي يعجبهم بزاف، كيجي زوين وكيجي حلو بداك المذاق ديال التمر. كنصحكم به، وكنتمنى هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو فيديو جديد.